استاذنكم بس في الاول نطلع مرقس 10 من اول ايه 46 لحد 52. استاذنكم. مرقس عهد جديد، عهد جديد يا جماعه، عهد جديد. في ناس مش عارفه مرقس 10. وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي، فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون، من أول آية 46. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هوذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع، فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أريد أن أبصر. فقال له يا يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. والمجد لله دائما أبدين آمين. في الأول أنا حابة أعرفكم بارتيماوس. هو اسمه مركب من كلمتين، كلمة أرامية اللي هي بار بمعنى ابن، والكلمة اليونانية تيماوس وتعني محترم، أي ابن تيماوس، اسمه مركب على بعضه، الابن المحترم. في الأول بارتيماوس مبدئيا هو كان شحات. هو فضل ان هو يتشفي رغم ان كان في ناس كتير جدا يقدر ياخد منهم فلوس، بس هو فضل ان هو ينادي على السيد المسيح وقتها ويطلب منه الشفاء. انا عايزه اسال سؤال. الطريق هنا بيشبهكم بايه؟ يعني زي ايه؟ ها، السؤال تاني. الطريق هنا يشبه ايه في حياتنا عامه؟ الطريق دوت زي ايه؟ يعني هو الطريق دوت اللي كان السبب في ان بارتيماوس يتشفي، فالطريق ده زي ايه في حياتنا؟ حلو. والملكوت ايه تاني؟ حد عنده اجابه تانية؟ حلو، حلو برضه، ما سمعت حد تاني عنده اجابه تانية؟ حلو، تمام. الطريق هنا فعلا زي ما كلكم قلتوا، هو في الاول في الاخر هيبقى شبه الحياه الابديه. كل حاجه احنا قلناها صح، لان هو الطريق عامه في حياتنا كده. عايزه اقول لكم حاجه برضو. بارتيماوس هنا اعترف بشخص السيد المسيح رغم ان كان الكتبه والفريسيين وقتها رافضينه. هو لقب ابن داود ما كانش بيتقال غير على المسيح المخلص، فهو اعترف. يعني لما فضل يصرخ وينادي عليه قال له يا ابن داود ارحمني. فكان هنا معترف بان السيد المسيح، هو كان معترف بشخصه رغم ان ناس كتير كانت رافضاه. حاجه كمان، بارتيماوس لما فضل يصرخ كتير يا ابن داود ارحمني، كذا حد فضل يسكته، انتهروا زي ما يعني اسكت بقى، احنا مش عايزين نسمع صوتك. رغم ان بارتيماوس لما فضل يصرخ هو نال الشفاء بسبب كده. فانا يعني في ناس كتير قوي 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 في حياتنا بتشبه الناس اللي كانت في قصه بارتيماوس دي، بتفضل تقول لنا عيش زي ما انت عايش. في يعني الناس كلها بتعمل كده. انت مش احسن من حد، يعني عيش زينا، انت مش هتبقى احسن مننا. وبرده الشيطان بيعمل معانا كده، بيفضل يبعدنا عن التوبه، يعني يفضل يسكتنا عن التوبه. يعني مثلا انا هعترف النهارده، هروح بقى، لا الشيطان يفضل يخترع لي اي حاجه تبعدني ان انا انزل ميعاد الاعتراف بتاعي، يبعدني عن التوبه رغم ان انا هنال الشفاء والرجاء بالتوبه بتاعتي. في ايه في انجيل لوقا بتقول: افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. اقول لكم انه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الانسان ألعله يجد الايمان على الارض. هنا كان اعتراف تام بان بارتيماوس كان عنده ايمان كويس بيه. السيد المسيح طبعا انا مش محتاجه اقول ان هو كان عارف ان كان عايز بارتيماوس كان عايز يخف، بس وقف وناداه وطلب يعني وساله انت عايز ايه؟ رغم ان الطلب متوقع، يعني السيد المسيح اكيد متوقع الطلب. ف بارتيماوس هنا قال له انا عايز اشوف، يعني انا عايز ابصر. فقال له ايمانك قد شفاك. قبل ما يقول له كده في حاجه كمان. قبل ما يعني هو
فضل يصرخ كتير لدرجه ان السيد المسيح وقف. فالناس بصت له قالت من الاخر، قالت له قوم خلاص، يعني الصراخ بتاعك جاب نتيجه، قوم هو بيناديك، فقوم شوف هو عايز منك ايه. فهنا طرح الرداء عنه. حد يقدر يديني فكره الرداء ده شبه ايه في حياتنا نقدر نطرحه عننا؟ مين جاوب؟ ماشي حلو. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني بجد؟ الرداء ده شبه ايه في حياتنا؟ في حاجات كتير قوي نقدر نطرحها عننا في حياتنا. ايه؟ حلو، الهموم والمشاكل، ماشي. الخطيه. وانت قاعده حلو حلو جميل. هنا بارتيماوس لما طرح رداءه رمى كل، يا ريت ميرسي جدا. هنا لما طرح رداءه هو رمى كل حاجه قديمه في حياته وقام عشان ينال الشفاء. طرح عنه وانا عايزه اقول لكم حاجه كمان، ان الرداء هنا بيشير، انا لو فاكرين كانت ميري اتكلمت قبل كده عن موضوع الكسل، فالرداء هنا شبه الكسل. من يعني هو ما كسلش، هو ساب الكسل بتاعه، هو رمى كل حاجه قدامه وفضل انه يروح للسيد المسيح. صوت الناس هنا لما قالوا له ثق هو ذا يناديك كان شبه الملائكه بتدعو، يعني بتخلينا نوصل للسيد المسيح بطريقه حلوه. بارتيماوس عمل حاجه يا ريت كلنا نتعلمها منه، ان هو صرخ في مخدعه ده اللي هو شخصه، فضل يصرخ للسيد المسيح. يا ريت نتعلم زيه، ان واحنا في المخدع بتاعنا نفضل نصرخ للسيد المسيح على اي حاجه، يعني اي موضوع يبقى نفسنا نتكلم فيه مع السيد المسيح نصرخ فيه في المخدع بتاعنا زي ما بارتيماوس عمل، فضل يصرخ لحد ما نال الشفاء والرجاء بتاعه. بارتيماوس هنا كان عنده حاجه برضو نتعلمها منه، ان هو كان عنده اعتراف بضعفه، انا اعمى فعايزه اتشفي. يعني مش اغلبنا بيحب يعترف بغلطه بصراحه، يعني انا واحده من الناس اللي كده، مش بقول انا عملت حاجه غلط، لا ساعات ما بقولش. فهو عمل حاجه يا ريت نتعلمها منه، ان احنا نتعلم منه ان احنا نعترف بضعفنا. حاجه كمان، بارتيماوس هنا هو طبعا يعني هو اعمى بقاله كتير جدا، فمش معقول هو يجي يفتح عشان يشوف الدنيا في الوقت ده، لا هو كان عايز يفتح علشان يشوف شخص السيد المسيح، عايز يشوف مين اللي جاي يشفيني ده، مين اللي سمعت عنه انه شاف ناس قبلي وعايزه يشفيني. حابه اقول لكم حاجه، شويه فضايل عن بارتيماوس، لو حد يعني شايف في حاجه كويسه اتعلمها منه يقولها لي. ها ماشي حلو. ما سكتش ما بطلش يعني ان هو يصرخ ويقول يا ابن داوود ارحمني. حلو. ايه تاني؟ حلو جميل. ايه تاني؟ ها قولوا. حلو جميل. حد عنده حاجه تانية؟ حلو جميل. كنتش واخده بالي من النقطه دي، كويس انا قلتها. حد عنده حاجه تانية؟ ان هو ما بيحبطش، يعني لو جبتي ايه 48 هتلاقي ان يعني انتهراه كسرون ليسكت، يعني هو كان بيصرخ لربنا بيقول له يا ابني داود ارحمني، فلما الناس انتهروه ابتدى يصرخ اكتر، فهو ما استجابش الاحباطات اللي حواليه، لا بالعكس هو زاد اكتر. حلو جميل جدا كل اللي انتوا قلتوه. قول. بارتيماوس من الناس القليله جدا اللي من المسيح شفاهم قاموا تبعه، يعني مثلا لما نيجي نشوف على قصه المفلوج ربنا شفاه وكده بس ما قامش تبعه. في قصص كتير وربنا شفى ناس كتير، بس بارتيماوس من الناس القليله جدا اللي هو ربنا شفاه خلاص وقام تبعه. حلو. انا كتبت شويه عنهم. حد عنده حاجه تانية؟ انا كتبت ان هو كان عنده ايمان شديد بالسيد المسيح، كان عنده الصراخ واللجاجه، ثقه بالسيد المسيح ان هو هيقومه زي ما يعني بالاضافه اللي انتوا قلتوه كله كويس. كان وصوله للسيد المسيح والحاحه برده زي ما انتوا قلتوا، اعترافه بضعفه زي ما انتي قلتي. بس